دلوقتي قانون الإجراءات الجنائية هيعمل إيه؟ هيربط الرقم القومي بتاع حضرتك برقم التليفون. يعني إيه؟ يعني لو في أي قضية على حضرتك بأي شكل في أي حتة جوه جمهورية مصر، هيجيلك رسالة على موبايلك. قضية نفقة، ستات مش بتلاقي الرجالة بيختفوا بقى فما مش بيعرفوا يلاقوهم، فالتليفون هيوصلك ليهم. طيب لو حضرتك جالك الرسالة وما خدتش اي اجراء واهملت الرسالة، هتلاقي حاجة اي اجراء انت بتعمله في اي مصلحة حكومية توقف تماما، مش هتقدر تعمل اي اجراء لحد ما تشوف بقى الرسالة اللي جالك دي بتقول لك اطعن، بتقول لك في حكم غيابي، بتقول في عليك غرامة، بتقول لك في عليك نفقة، بتقول ايا كان. طيب هيبدأ امتى الكلام ده؟ هيبدأ اكتوبر 2026. هتقولي طب وانتي بتقولي بدري ليه قبلها بكل المدة دي؟ هقولك لان لو انت حاطط رقم تليفونك في اي مصلحة حكومية غلط حاول تصلحه. لو انت ما عندكش التليفون بشكل ما حاول يبقى عندك تليفون، لان اعلامك مش هيوقف الحكم، اعلامك هيوقف مصلحتك. فحضرتك لما تكون حاطط رقم تليفون يخبرك الموضوع شكله ايه ورايح فين وجاي منين، هيخليك تتصرف اسرع. فانا بقول لكم بدري عشان لو عندك اكتر من رقم تليفون، لو عندك تليفوناتك في ايد ابنك، في ايد بنتك، في ايد فالرساله جت ومحدش يهتم، لا يبقى معاك رقمك تليفونك اللي حطه في كل حته، حطه في المرور، البريد، شوف بقى المصالح الحكوميه اللي انت بتتعامل معاها وثبت رقم تليفون ليك يبقى في ايدك تطلع على الرسائل اللي بتجيلك.